إلى عنوان: كيف تدعو ملوك الجن. يقول هذا العنوان شدني بقوة، لأني أنا أعشق المغامرة وأعشق هذا العالم. يحس بالموضوع لعبة، وفعلا بدأ يقرأ حتى وصل لمقطع: اخضع اخضع اخضع، ويقرأ كلام ورموز، ثم يناديهم ويرفع صوته ويعطيه تعليمات الكتاب ويقول: اخضع اخضع اخضع. يقول في هاللحظة تفاجأت برعب شديد حسيت فيه. انطفأت الأنوار في المكان اللي أنا فيه، بدأت أحس بأنفاس ناس معي في الغرفة، بديت أحس بقشعريرة في جسمي، بدأ أسمع تكسير في الصحون يعني الكنب وكذا، كل شيء يتحرك. حسست برعب شديد. يقول أنا تذكرت المثل اللي يقول: حضرهم المصري، المثل المصري اللي يقول: استطاع يحضرهم لكنه ما استطاع يصرفهم. يقول تمالكت نفسي، ولعت كشاف الجوال، حاولت أولع اللمبات ما في مجال. يقول رحت أشوف الغرف كلها فعلا مكركبة. رحت للمطبخ وجدت الصحون والكاسات تتكسر. طلعت وجيت للصالة، أحسيت بأنفاس حارة خلفي. التفت وإذا مخلوق غريب قدامي، طوله 1.90 متر تقريبا، مليء بالشعر. يقول وجهه غير واضح. يقول صفعني كف على وجهي وسقطت على الأرض مغمى علي. تخيلوا طول الليل وهو في الصالة مغمى عليه. أصبح الصباح وهو في الصالة. اتصل وهو مرعوب على صاحبه ما غيره، قال له يا فلان تعال بسرعة. جاء صاحبه بدأ يشرح له. يقول آدم بديت أشرح له اللي حصل معي. يقول العجيب إنه البيت مرتب، ما حصل فيه شيء. يقول حاولت أقنعه باللي حصل لي، يقول ما اقتنع، ظن إني أبغى أرعبه، لأنه حنا دافنينه سوا، نحن نحب الرعب وكذا، فظن إنني أبي أرعبه. يقول قلت له خذ الكتاب حقك، وال50,000 اللي أعطيتك إياها هذه ثمن حماقاتي، خذها وخلاص روح. يقول فعلا أخذ الكتاب وراح. يقول لبست ثيابي وضبطت أموري وانطلقت للجامعة. حاولت أتناسى الموضوع. يقول ورجعت من الجامعة. يقول لما رجعت من الجامعة أجي لغرفتي وألقى المفاجأة المدهشة: الكتاب نفسه على سريري. يا ربي أنا أعطيته صاحبي، أنا أتوهم ولا كيف؟ يقول رجعت اتصلت على صاحبي فلان، نعم أنا ما أعطيتك الكتاب حقك؟ قال لي لا أعطيتني إياه. قال بالله يتأكد لي هو عندك ولا لا؟ يقول انتظرته على الجوال، راح يفتش في صندوق جدة، لأنه يقول رجعت له الصندوق، فقال له ما وجدته. قال يا أخي هو عندي الآن. وهنا وقعت الإشكالية الضخمة. عرف في هاللحظة آدم إنه وقع في خطأ كبير. أخذ الكتاب وحط الكتاب في الدولاب وسكر عليه. يقول جيت أنام في الليل، الكتاب في الدولاب، طفيت أنوار الغرفة وخليت النور خفيف وحاولت أنام. بديت أسمع أصوات جوا الغرفة، أصوات همهمات وأنفاس، كأنه في أحد معي في الغرفة. حاولت أتذكر الآيات اللي أنا حافظها، ما أتذكرها. يقول آدم أنا ما كنت مع الله، فالله سبحانه وتعالى ما كان معي. هذه كلمته. يقول أحاول أتذكر الآيات، يقول أتلخبط فيها من شدة الخوف. يقول حاولت أنام، نمت على الساعة 12 في الليل وإذا في أحد يصحيني. قمت أناظر طفل قدامي. يقول مرعوب أنا، إيش جاب الطفل ده هنا؟ قال لي بابا بابا بابا. يقول قمت، ثم أعطاني ظهره ومشى وطلع.
أشوف الصور، يقول حط صور، وهذه أيضا مشكلة، حط صور أمي وأبوي في الغرفة، وأشوف الصور أناظرها تضحك لي، يقول أحسها تضحك لي. خلاصة الكلام، هو استدعاهم وجابهم وتورط فيهم. السر في الكتاب، السر في الجد، جد صديقه. إيش كان يا جماعة؟ أنا أترك الحكم لكم. خلاصة الكلام، جلس الولد مرعوب في الغرفة، ما استطاع ينام. يقول احتضنت ركبي. عرفتوا طريقة احتضان الركب؟ يعني جلس بطريقة طريقة الخايف، هو ساكن الحالة. وهذه إشكالية أيضا السكن لوحدك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا الخطأ اللي وقع فيه أبوه من غير ما يشعر. يعني أنت ما أردت أن يسكن معه ناس ما هم كويسين، طيب شوف واحد من الناس الطيبين يسكنون معه. خلاصة الكلام، جلس مرعوب من الساعة 12 بالليل إلى الفجر. يقول توضيت ورحت أصلي الفجر، أنا منهك تعبان. رحت للمسجد، صليت صلاة الفجر وجلست في المسجد، ثم قعدت أشاور نفسي أنا أروح الجامعة ولا ما أروح الجامعة، ثم قلت لا والله ماني رايح الجامعة، أنا مرهق، أنا تعبان. وفعلا قرر يرجع لشقته، يرجع ينام لأنه مرهق، وفعلا رجع